سؤاله الأخير الإسبال في السراويل بالذات، يقول ليس في الثياب. السراويل أو الثياب، الإسبال ينبغي أن يراعى أنه إذا كان الإسبال مع الخيلاء فهو محرم، بل هو من الكبائر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. وفي الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا دليل على أن الإسبال مع الخيلاء محرم بل كبيرة من الكبائر. لكن هنا سؤال، إذا كان الإسبال من غير خيلاء، يعني الإنسان ممكن يكون فقير أعطي ثوبا وهذا الثوب أطول من مقاسه فلبسه، هنا الخيلاء منتفية. أو إنسان في يعني ثوب داخل البيت يلبسه وهو ثوب وسخ أو فيه غفلة، إنسان غافل أو يعني. هذا الإنسان غافل مثلا، هنا لم يرد الخيلاء، لم يسبل بقصد التكبر والتعاظم، وإنما الثوب أصبح طويلا مع انتفاء الخيلاء. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة مختلف فيها عند الفقهاء، والجمهور على أن ذلك ليس داخلا في النهي، ولذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في البخاري أنه لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزاره. فهنا جر النبي صلى الله عليه وسلم لإزاره يقينا أنه يعني بسبب العجلة وليس لقصد آخر حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما كان أبو بكر يسترخي إزاره أيضا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لست ممن يصنعه خيلاء، إنك لست ممن يصنعه خيلاء. هذا دليل على أن مدار العلة على الخيلاء.